مؤلم. بالطبع سيؤلم. مضى يومان على إجرائك العملية. يومان؟ أجل. لما لا أستطيع الحراك؟ لا أعلم، اسأل الطبيب. هل أنت بخير يو؟ ميدوكي. حمدا لله، نجحنا في إيقاف قدرة الانهيار كما خططنا. هذا ليس نجاحا، هو مجرد حل مؤقت. أتقول حلا؟ أنت حقنته وتركته هكذا. أنا لست طبيبا. ما الذي حدث؟ وكيف انتهى بي الحال هكذا؟ توموري، هل توموري بخير؟ إنها كذلك، وهي هنا في المشفى الآن. هذا بفضل كوماغامي. هكذا إذا، حمدا لله. وماذا عن كوماغامي؟ هل يمكن؟ أجل. حدث هذا بينما كنت مشغولا بحماية نفسك. إلى متى ستتذمر؟ ألست من قال أن علينا أن اهدأ. مستحيل. كوماغامي قط. أولئك الأشخاص قرروا أنهم لا يحتاجون قدرتك بالقفز عبر الزمن، حتى أنهم قاموا بمنعك من قدرة الانهيار باحتجازهم للرهائن. كلانا أخطأ بحساباته. إنها غلطتي. لا تلم نفسك. هاي، هل أشياء كهذه ستحدث من الآن فصاعدا؟ قام مايدوموري بمسح ذاكرة أولئك المجرمين في الوقت الراهن، لكننا لا نعلم متى سيستهدفك آخرون. مع هذا أنا سعيدة أنك بخير. جميعنا كنا نتناوب بالعناية بك. عذرا، لكن انتهى وقتنا. حسنا. مالا، هناك ما أريد سؤالكم. ماذا؟ لما أخي ليس هنا؟ هاي دعوني أضربه. ما الأمر؟ بالنسبة لأخيك فإن كوماغامي كان أعز صديقا له. نعم، تفضل. إنها أنا. أيمي، اشتقت إليك. هل ستكون بخير؟ نعم، لزمت مكاني. لكنك لم تر بعينك اليمنى مجددا. كان حادثا خطيرا كاد يقتلني. أنا ممتن لبقائي على قيد الحياة. لكن قالوا مع إعادة التأهيل سأعيش كما كنت أفعل تقريبا. إذا لا بأس بهذه الحالة. كيف هي المدرسة؟ الجميع لطفاء معي، لذا كل شيء بخير. لكن أخي الأكبر شون يبدو محبطا للغاية، لذا أنا قلقة عليه. أخي الأكبر، سبق وأن خسرت أيومي أمام نظري. كوماغامي كان يعني لأخي نفس ما تعني أختي لي. لو مت في تلك الحادثة ماذا كان سيحدث لي أيومي؟ نعم، تفضل. لم أرك منذ مدة. تاكاجو، لم نرى بعضنا منذ مدة بالفعل. يبدو شكلك مزريا للغاية. نعم، هو كذلك. نظرا لحالتك أحضرت هذا لك خصيصا. وما هذا؟ غداء في حافظة طعام، ومحتواه هو هذه الرائحة. هل يمكن؟ أجل، الرابط بيننا لحم البقر مع الكاري. اشتقت لأكل هذا الطبق. سأطعمك بنفسي. قل لذيذة. هذا يذكرني بأيامنا في المدرسة. بالفعل، هذا هو طعم مراهقتنا. المزيد رجاء. هنالك الكثير، لذا كل حتى تشبع. هب 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 هب. هاي، كيف هو حال توموري؟ إصاباتها أخف منك، لذا سيؤذن لها بالخروج قريبا. حمدا لله. يبدو أنك واجهت الكثير من المشاكل. نوعا ما. رجاء عد أنت وتوموري إلى مجلس طلاب النظام بسرعة. المجلس يعجبني أنا ويسري لوحدنا، لكنه لا يكفي. نعم، تفضل. أنا هنا للزيارة.
كوراباني، أهلا. عذرا، قمت بإعداد هذا لك. دعيني أخمن، إنه حساء صحيح؟ لقد أصبت. إنه حساء يسارين الخاص، له مكانة في عائلة كوراباني ويعد مصدرا للطاقة، وهو مفيد حال المرض والإصابات كذلك. لهذا عدت لي حساء معدا يدويا ذلك اليوم. شكرا. عفوا، قل وافتح فمك. كيف طعمها؟ لذيذة، أشعر بتحسن الآن. حمدا لله. يجب ألا يرى نتكج هكذا. ميسا، هل أنت هنا؟ ماذا تريد من شخص ميت؟ سؤال، إلى أين يذهب الموتى؟ وما أدراني، فأنا لا أزال هنا. وجودي كبالون تمسك به يوسا. فور رحيل قدرة يوسا، فإن ذاك البالون سيطير إلى مكان ما. فهمت، لكن ألا تريدين أن تقابلي من هم عزيزين عليك؟ ها؟ هذا مفاجئ. لقد عشت لحظة كنت أموت فيها. نحن قد نرحل هكذا فجأة. عليك زيارتهم ما دمت تستطيعين. حسن، أتفهم ما تقوله بما أني مت قبلا. تذكرت، اعتدت أكل هذا كثيرا. لقد كان طبق أمنا المفضل، لكن يوسا أخذت الوصفة وجعلت منها تقليدا مثل عائلتنا. على خلاف يوسا فقد اعتدت غضاب والديه، وموتي كان أسوأ طريقة أكون بها ابنة سيئة. إذن اذهبي لزيارتهم قبل رحيل القدرة. حسنا، سأخذ اقتراحك بعين الاعتبار. هل نمت مجددا؟ كلا، لا عليك. هناك ما أود سؤالك. ماذا يعمل والداك؟ أجل، إنهما يعملان في مطعم للسوبا في جبال ناغانو. فهمت، إذن اذهبي لزيارتهم قريبا. كلا، لا تهدري وقتا، اذهبي حالا. حاضر، سأنسق لهذا مع مدير أعمالي. أحتاج وقتا للاعتياد على هذا. أهلا بكم ببرنامج الطبخ وجبات النجوم. هذا برنامج تظهر فيه باستمرار. وجباتهم المفضلة والتي يشتهون أكلها. اليوم وبكل سرور ستعرفكم يسهرين على وجبتها المفضلة. وها هو المطعم هنا. في الحقيقة هذا هو مطعم الصوبا الذي يديره والدي. استغلت عملها بالذهاب لرؤية والديها، وهي تبدو مسرورة جدا بذلك. هذه وجبة الصوبا المعدة يدويا وأعشاب التمبر البرية. سأبدأ بتذوق الصوبا أولا، ونغمسه في الصلصة المتبلة. طبم. والآن سآكل من عشبة التمبرا. بمفرداتها المحدودة يفاجئني كونها مقدمة برنامج للطبخ. لكن ولأكون صريحة، مذاقها عادي، هو يوجد في أي مطعم بسيط. ميسا، ما الذي تقولينه فجأة؟ لكن محبة والدي هي المكون السري الذي يميزها. لهذا مذاقها الذي لذيذ جدا. شكرا على الوجبة. آسفة، قد ذكرتني بميسا. أجل، كانت فتاة متهورة ومستهترة، لكنها طيبة القلب. أحسنت صنعا في ردك لمعروف والديك. أجل، ادخل. أهلا، صباح الخير. صباح الخير. تاتا، عيد ميلاد سعيد لك. اليوم هو يوم ميلادك السادس عشر أخي. حقا؟ أيوة، لن تنسى ذلك أبدا. لهذا
على جهدي في صنعها. هل ستبدأ بأكلها؟ أجل بالطبع. هيا فلتفتح فمك رجاء. يمكنني أكلها بمفردي. لن أسمح لشخص تحت التأهيل بإجهاد نفسه. ماذا؟ حلو ولكنه لذيذ. تفضل. إنه المذاق ذاته، ربما بسبب المكون السري الذي تحدثت عنه ميسا. كيف طعمها؟ لذيذة. ملحة. هاك لقمة. لذيذة. وهاك لقمة أخرى. لذيذة لذيذة. وأخرى. لذيذة لذيذة لذيذة. وهاك أخرى. لذيذة. تحسنت حالتك؟ لم أتعافى كليا بعد. لدي معروف أطلبه منك. أخي، سمعت أنك تجلس هنا طوال الوقت. قل شيئا. هذا المشفى آمن، لن تضطر للتعامل مع الشرطة هنا. ليس هذا ما قصدته. إنه تماما مثل ما كنت عليه حينها. الإرهابيون نشطون خارج البلاد، وستصل تحركاتهم اليابان. وكوماغامي لم يعد هنا بعد الآن. ما الذي سوف يحل بنا يا ترى؟ لم أرك منذ مدة. توموري! لما تبدو كأنك رأيت شبحا؟ كلا، فقد فاجأتني. حصلت على إذن بالخروج في وقت مبكر، لذا فكرت بالحديث معك. هل تحدثت مع أخيك؟ قال إن تحركات الإرهابيين في الخارج ستصل اليابان. فهمت. كما وكأن الحياة سلبت منه، فغدوت لا أعرفه. قد يظهر مستقبلا المزيد من الأشخاص الخطيرين للنيل مني. لا أريد خسارة أحد أو أكون سببا في أساه مجددا. لو كان هناك ما أستطيع فعله بقدرتي لفعلت، لكنني لا أعرف كيف. توموري، ماذا علي أن أفعل؟ هنالك طريقة واحدة. ما هي؟ أطلعيني عليها. معمل الأبحاث الذي يملكه أخيك نجح في استخراج لقاح لمنع ظهور ذوي القدرات إن مر المذنب مستقبلا، صحيح؟ نعم. إذن سينتهي كل شيء إذا سلبت قدرة كل من يملكها حاليا، وأيضا القدرات التي ستبدأ بالظهور قريبا. بالطبع سيكون هناك آثار جانبية. ما الذي سيحدث لك إذا امتلكت الآلاف من القدرات الخاصة؟ ماذا سيحدث؟ قد تصبح وحشا يهدد وجود البشرية، وربما عقلك لن يتحمل هذا الضغط المستمر. سيكون أشبه بالمستحيل، لكنك الوحيد القادر على فعلها. إنها الطريقة الوحيدة التي سننقذ فيها أصحاب القدرات جميعا. في الحقيقة لم أخطط لإخبارك عن هذه الطريقة، لكن أنت أتيت من المستقبل لكي تنقذ آيومي، وأتيت لإنقاذ أنا وكوماغامي. كنت أظن أنك مجرد غشاش فحسب، ولكنك غيرت نظرتي. أثق بك الآن. نظرتك تغيرت جذريا. لكن أنا لا أحبذ الخطط الخطيرة. انسى ما قلته. حسنا، علي الذهاب الآن. اهتم بنفسك. انتظري. ها؟ سأفعلها. لا، هذا خطر. أنا جاد. أدين لك بواحدة، ولأنك قلت بأنه الحل الوحيد فلا خيار آخر. أعذارك ضعيفة. قد يتكرر ما حدث لنا. أريد أن أكون من ينقذك هذه المرة. سأفعلها. لماذا؟ لأني أحبك. ها؟ أنت تعني بطريقة رومانسية؟ أجل، رومانسية. كيف تقول هذا بجدية؟ لا أذكر أن حدث شيء بيننا لتقع بحبي. أخبرتك من قبل. لقد تحطمت وكنت غارقا في الظلام.
كنت بجانبي تراقبينني طيلة الوقت. هذا مجرد تخمين. أعتقد بأنني فعلت هذا لأنني أحسست بالذنب، صحيح؟ لكن ما فعلته أنقذني. لكن كيف تحول هذا إلى حب رومانسي؟ لا أجد سببا معقولا. لا نحتاج أسبابا كي نحب بعضنا. ماذا؟ أنت من عرض علي أسبابك. انظر، نحن نتشاجر دائما. ومع هذا أحبك. يا لك من شخص غريب. قولي ما تشائين. إذا جوابي هو سأنتظرك. لما؟ عندما نلتقي مجددا سينتهي كل شيء. حينها يمكننا أن نصبح عشيقين. كأنك تنتقصين من فرص نجاحي. هذا هو السبب الأساسي. إذا تمكنت حقا في النجاح في مهمتك ستصبح شخصا عزيزا علي، يو أوساكا. هذا كلام جميل. هذا عذر أفضل من أعذارك السابقة. بالطبع. إذا عدني بأنك ستعود وسنلتقي مجددا. أهذا وعد؟ بالطبع، سأعود بالتأكيد. إن خالفت وعدك ستقطع أصابعك. هذا هو الوعد. هذا مخيف. أفضل من بلع 1000 إبرة. بالتأكيد. أجل، إذا ابدأ بي. ستسلب قدرات الجميع، صحيح؟ فهمت. إن كنت سأنفذ الخطة علي البدء من هنا. نعم، تفضل. آسف. لا داعي للاعتذار. يمكنني العيش كإنسان طبيعي الآن. شكرا جزيلا لك. أخي، استمع إلى ما سأقوله. سأسلب جميع قدرات من في هذا العالم وسأنقذهم. هذا مستحيل، انسى الفكرة. لكنني صاحب أقوى قدرة، صحيح. لا أريد أن تهدر تضحية كوماغامي. أنا أيضا لا أريد هذا. تبا تبا، لقد أنقذني مرارا بوجوده بجانبي، لكنني لم أشكره إطلاقا. لذا علي الذهاب. لا أريد أن أرى المزيد من التضحيات والحزن. هذا ما تشعر به بعدما فقدت كوماغامي، أليس كذلك أخي؟ هل أنت جاد؟ بالطبع. سلبت قدرة توموري. سلبتها؟ لقد بدأت ولن أتراجع. يا لعزيمتك. ولكن كيف ستبحث عن أصحاب القدرات؟ شخص قريب من قائد النقابة يملك قدرة مشابهة لكوماغامي، وإلا كيف جمعوا الكثير من أصحاب القدرات بوقت قصير؟ اذهب للخارج واترك اليابان لنا. لا نزال القوة التي جمعت أصحاب القدرات في اليابان. سنهتم بهم حتى تختفي قدراتهم، حتى من غير كوماغامي. هذا لا يعد شيئا صعبا علينا. أنت الآن في 16 صحيح؟ نعم. الوقت ضيق، أعتمد عليك بمهمتك. أجل. أوتوساكا، ما الأمر؟ لقد أخبرتنا توموري بما حدث. أسلوب قدراتنا كذلك قد تساعدك ولو قليلا، وخذ قدرة أختي أيضا. لكن هذا يعني أنك... أجل، هذا ما سيحصل. حان وقت رحيلي على ما يبدو. هاي لا يجب أن تتردد من الآن. صحيح أوتوساكا، لا تتردد واسلب قدراتنا. حسنا، سأسلب قدراتكم. جيد. الوداع. أجل. ما الذي حدث لي؟ يوسا، في الواقع ميسا طلبت مني أن أعطيك هذه الرسالة. إلى يوسا، لقد استمتعت كثيرا بتواجدي بين طلاب النظام إلى آخر لحظة. أردت أن أبقى معكم للأبد، لكن ما كان صعبا علي يا يوسا هو كوني بجانبك طيلة الوقت دون أن أقدر على لقياك. أنا أحبك كثيرا، والآن
على الميت أن يبقى ميتا. الوداع من ميسا. أختي كانت معكم طيلة هذه المدة، صحيح؟ أجل، استمتعنا معها. بالطبع. كان كذلك. أنا سعيدة. أوتوساكا، سننتظر عودتك إذن. حسناً. في النهاية نحن أصدقاء دراسة، سنمضي الثانوية معا. جمعنا نفس المرض الذي أعطانا قدرات خاصة. صحيح. أجل. ضوء من ظلام ينجلي من بين الغيوم يزهو. كنت أنتظرك. خذ هذا معك. هذا كل ما استطعت جمعه حاليا. ما هذا؟ إن استخدمت هذا في رحلتك ستستطيع التواصل. كتبت كل هذا لوحدك؟ هذا لأنني أعرف درجات اختباراتك. أجل، لأنني مجرد فتى يغش في اختباراته. حسنا، بالمقابل أريدك الاحتفاظ بهذا حتى عودتي. حسنا، فهمت. سأحتفظ به لبعض الوقت. أشعر بالقلق. المهمة ليست بالسهلة، لكن علي فعلها. أنا الوحيد القادر على فعلها. الذهاب. حسنا، إلى اللقاء.